سلام ومرحبا بكم. اليوم رايحين نحضروا مع بعض وصفة قمة في البنة، سهلة وسريعة. نبداو مع بعض بطريقة التحضير. أنا هنايا عندي كمية من اللحم المفروم، انتيا أكيد تختاري الكمية اللي تساعدك. هكذا نزيد معاها شوية بصل، فوالا حوالي ملعقة كبيرة ولا 2 ملاعق تاع البصل. ونزيد التوابل، انا عندي هنايا فلفل عكري، عندي راس الحانوت، عندي تابل اللحم، وعندي الملح. تابل اللحم اكيد راح تلقايه متوفر هكا. ونزيد شوية معدنوس هكذا، ونبدا نخلط كامل هاد المكونات اللي حطيت مع اللحم المفروم باش ندخلها مليح هكذا. اكيد التوابل تقدري تزيدي فلفل اسود، انا هنا ما ضفتوش لاني ما نعتمدوش في الوصفه تاعي. ورايحه نبدا نشكل صبيعات. انا درتهم هنا شويه صغار، تحبي ديريهم كبار على هادو تقدري ديريهم كبار شويه. نشكل صبيعات بهذه الطريقه هكا، ونكمل كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. وهنايا نكون كملت كامل الصبيعات اللي عندي. انا واش راح ندير؟ راح نرمدهم في الفرينه باه ما يتفتحوليش وما يلصقوليش في المقله. نجيب مقله ندير لها كميه من الزيت ونحط الصبيعات تاعي يتقلاو هكذا. كي يتقلاو لي الصبيعات رايحه نحطهم جانبا، ونبدا نحضر من جهه في نفس الزيت. نحط بصل مفروم اللي كنت حطيت معاه تاني 2 فصوص توم، ونزيد معاهم طرشي نقطعوا بالطريقه اللي حبيتيها، تقطعي بالطريقه اللي بغيتيها هكذا. ونقلي هاد المكونات بصل وتوم وطرشي فوالا بهذا الشكل. كي يبدا يذوب لي هذا الخليط رايحه نحط عليه حبه طماطيش مقطعه صغيره، ونخليها تذوب مع باقي المكونات. نحط معاهم ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره هكذا. نخلطوها مليح هكا، ونضيف لها زيتون مقطع ونمرق هكذا، ونخليوه على نار قليله. من بعد نضيفوا له الصبيعات تاع اللحم اللي كنا وجدناهم، ونحطوهم كامل على هذيك الصوص اللي وجدناها، ونخلوها هكا على نار هادئه تتجمر. انا كنت رشيت لها هنايا شويه معدنوس، ونغطيو عليها. هنا نكون وصلنا لاخر الوصفه. كما راكم تشوفوا انا هنايا كنت حضرت معاها شويه نتاع الرز وقدمتها معاه. نتمنى تجربوا الوصفه، نتمنى تنال اعجابكم. ما تنسونيش بتعليقاتكم، لايكاتكم، ارائكم، الشير والمشاركه مع الاصدقاء، والى اللقاء.